ساعة بالحمام الواحدة تقعد وراه، والله محطة ماسك لازم يقعد بالحمام 10 دقايق، والماسك الثاني 20 دقيقة، ولا اللي تحط بشعره ما ادري شو مرطب وماسك 15 دقيقة. اتوقع انت صعب ان تقولين اللهم اعوذ بك من الخبث والخبائث، لانه صرتي انت الخبث والخبائث. قعدت بالحمام ساعتين عشان ماسك وما ادري وش. والمشكلة انه يعني لو هو يفيد والله لا اقول ما يخالف، انا جربت من هالخرابيط ذولي، والصراحة ان نفسي من طويل بالحيل فما جربت الا على مرة، كلهن على مرة. فهذه الاشياء تاخذ من وقتك وتاخذ من جهدك وتاخذ من المصرفية، والله يستر مكان هذا مكان الشياطين، الواحد بده بس يقضي عشان يتلبس ويطلع، ما يقعد مكان متجمعتين به الشياطين. ف امور العناية والاشياء هذه البنات عاد حكاية ثانية، لانه صارت روتين يسمونه، روتيني عند الشاور، روتيني عند اول ما اقوم من النوم، روتيني اول ما اقوم من النوم. روتينه هذا حتى الفيديو وانا اتابعه مدته اقل شيء 40 دقيقة روتينه. طيب اذا هي تسويه، يعني الحين مختصرته لي بالتصوير، طيب اذا هي تسوي مصيبة 4 ساعات عز الله راحت صحتي وراح وقتي وراحة. يعني الواحد وده اول ما يقوم بس كذا يحس بشعور النظافة، هم من عادي يشرب له قهوة او يسوي الشيء اللي هو يحبه، ولا يروح للدوام، ولا ال4 ساعات هذول يعتبرون دوام. اذا انا بقعد 4 ساعات اتسبح وتنظف وما ادري وش، واحط كريم، وهذا لازم ما يجيه الشمس، واحط الواقي، اقعد 10 دقائق ما اطلع الشمس، هم عاد اطلع يصير يبدا مفعوله. امر الله من سعه. انتاني لوني غامق وبغمق نتفه بحل ولا ياخذ وقتي. ففكريبه هوج سيبه بينك وبين روحك، تقلب يا بدل ما عندك 70,000 كريم الفازلين خففيه بماء، والله يا بنات انه علاج. بس خذي الفازلين، خذي نتيف وحطيه تحت الماء وقولي تصير تحت الماء. يقولون لك ثقيل يا حجب الماء ما يدخل عليك، خففيه بماء. انا نظامي افتح علبة الفازلين واحفرها من النص واصب عليه ماء، خليه ترترج يومها، عشان صرت متكاسف اروح الموصل ولا ياخذ فازلين، واملطه شوي بالماء ويتخفف ويعطي يرحمك الله. ولا ابوه مثله بالترطيب. معليش باقي الشركات راح يحطون لكم مرطب، بس يبي يحطون الفازلين بيرطب مثلا 100%، هذاك بيرطب 20%. تدرون وراه عشان ترجعين تاخذين، والعلبة اساسا ب95 ريال. طبعا دي من كيسي 95، بس كلها غاليات يعني ب95 ريال، وتبي تقضي باقل من شهر، هذه صرفية. بس الترطيب هذا صار صرفية. ناهيكم عن انه بيجمع لك بيقضي وقتك وبيجمع لك الحبوب والبلاوي بقرجن. فخلت على المعروف، ما مثل الحنة. أفضل شيء للتقشير هو الحنة، تقشير الجسم، تقشير الشعر، وأفضل ترطيب الفازلين. قضينا. هذا اللي تسويه جدي وجدتي الله يرحمه وجدتي الله يرحمهم ويسكنهم في سيح جنات، هذا وبسم الله عليهن ماتن وهن يبلصن ويلمن وريحة زينة. نسلم عليه تحت ولا تمنتي بريحة مواد متجمعة على بعض، كريم مدري وش وكريم مدري وش وكريم مدري وش، تراني يسبب ترسبات على الجسم وعلى الشعر، تنتج عنه الريحة جدا كريهة. فهم أساسا حريصين إنهم يعطون المنتجات هذه عشان تنشب بشعرت، هم اللي يقولون هذا المقشر اللي يصلح عشان تشيلين هذول المواد. شو له من حيني ما حط المواد. الحمد لله ربي معطينا فرازات طبيعية، لا بفروة رؤوسنا ولا بجسامنا. أنتي تحتاجين بس إنك تحطين أشياء تلطف الريحة، زي الحنة، زي السدر، زي الدلكة السودانية. وش قالت الدلكة السودانية؟ ريحتها تهب اللي طلعتي، ولا تقول ريحة بخور، ولا شو اسمه تسوفي بالحنة، ما مثله. جربيه والله انت دعين لي. ولا طلعتي ورحتي وجيتي ولا ريحة تستهبل، ولا عرقتي ولا طلعت ريحة تشرح الخاطر. ما هي بريحة حنة اللي انت تشمينه بالطاسة، لا، ريحة ثانية مختلفة لأنها تختلط مع فرمونات الجسم الخاصة. فما مثل شغل أمهاتنا من أول.